السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا موضوعنا النهاردة ازاي نقدر ننشئ حساب على الايمو بعد التحديثات الجديدة 2023. تمام. كل اللي علينا طريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله. كل اللي علينا تكون محمل تطبيق الايمو على الموبايل بتاعك من خلال المتجر بلاي. تمام. بعد ما تحمله من خلال المتجر بلاي، تمام، هتبدأ كل اللي عليك هتضغط على الايمو بالشكل ده كده. تمام. هتقول له السماح. تمام. بعد كده هنا بيطلب منك الرقم بتاعك، تمام، اللي انت هتنشئ من خلاله حساب على الايمو. طبعا هنا بتبدأ تختار، انا دولتي مصر فهو اختار لي مصر. تمام. انت ممكن دولتك تكون مثلا مصر وتلاقيه مختار لك السعودية، امريكا، اي دولة اوروبية. فكل اللي عليك هتبدأ تضغط على السهم ده كده وتختار البلد اللي انت تابع ليها. تمام. او تعمل مثلا في البحث هنا ممكن اجي اكتب مصر اهو. تمام. فهتبدأ تظهر لي مصر على طول، هضغط عليها تظهر معايا بالشكل ده كده. تمام. بعد كده يا شباب هنبدأ نكتب رقم التليفون اللي انا هنشئ من خلاله حساب على الايمو. تمام. طيب كل اللي علينا هنكتب الرقم ونرجع لكم تاني. بعد ما كتبت الرقم يا شباب كل اللي عليا هضغط على علامة الصح دي كده. تمام. واقول له حسنا هل هذا الرقم صحيح؟ اقول له اه طبعا. هنتظر كود يجيلي. تمام كده يا شباب. هيجيلي الكود دلوقتي بالظبط كده يا شباب. جالي الكود وهنا بيطلب مني اللي انا ابدا احط الاسم اللي انا هيكون موجود على حساب الايمو. انا ممكن اجي اكتب مثلا عبد الله الباشا. تمام كده كتبت اسمي عبد الله الباشا، وهقول اضغط على علامة الصح دي. بعد كده هنا بيقول لي طبعا هتبدا هنا بيقول لي عبد الله الباشا ويلكم عبد الله الباشا. تمام. هنا طبعا لو انت عايز تحط صوره تضغط عليه وتبدا تلقط صوره من خلال كاميرا الموبايل، او تختار صوره من الالبوم الصور اللي على الموبايل بتاعك. تمام. وبعد ما تحط الصوره هتبدا تضغط على علامه الصح. بعد كده هتضغط على علامه الصح وبعد كده هتقول السماح. هيظهر معاك الايمو بالشكل كده. كده احنا انشأنا حساب ايمو بطريقة سهلة وبسيطة جدا. طبعا لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.